بس انا اول ما قررت اني هصور فيديو الناس اللي فوقينا قرروا ان هم يكسروا الشقه بتاعتهم، فانت هتعذرني لو سمعت صوت نوكينج او سمعت صوت دب يعني، بس حرفيا الشقه بتتكسر فوق لسبب ما يعني محدش عارفه طبعا. فايه انا مش عارف يعني، بس الحمد لله يعني الحمد لله. ايه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك شعره اول باول. وما تنساش برضه انت تشير الفيديو ده مع اصحابك بحيث ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. يعني احنا حاليا 822 سبسكرايبرز في طريقنا لل 1000 سبسكرايبرز، فيا ريت يعني تشير الفيديو ده مع اصحابك. يعني في اخر فيديو نزلته هنا على البلاي ليست دي اللي هي اسمها دكتور انوبيس حاليا، يعني كنا بنتكلم عن الاسئله اللي كانت موجوده في اخر فيديو كنت اتكلمت فيه ساعتها عن الكليه بتاعتي. وفي البلاي ليست الاخيره او في هذا الفيديو الاخير يعني اتكلمنا عن كذا سؤال كذا حد منكم ساله، منكم ناس اصلا كانت اوريدي في الكليه ومنكم ناس كانت اوريدي داخله الكليه وبتسال عشان يعني تحاول تاخد فكره اكتر عن الكليه يعني. بس بصراحه مثلا بعد ما نزلت الفيديو ده جالي كميه محترمه كده من الكومنتس والمسجز بتسال برضو اسئله تانية وحاسه انها تايهه برضو وما وصلتش للي هي عايزاه. واكتشفت برضو ان في ناس كتير منكم قلقانه ولسه مش فاهمه ايه الدنيا، فعشان كده قررت ان اعمل الفيديو ده عشان اكلمك فيه عن اول شهر في الكليه وازاي تستقر نفسيا وتخرج من حاله السحله اللي انت حاليا فيها دي. من غير ما اطول عليك اكتر من كده، جاهزين؟ يلا بينا. حالتي انا كمحمد كاول سنه ليا في الكليه ما كانتش اكتر سنه كويسه بصراحه خالص. انا قضيت اول سنه في الكليه دي مكتئب اكتئاب فظيع بصراحه فعليا، بسبب ان انا حاسس اني دخلت مكان انا حاسس ان انا مش حابب. بس انت شفت قبل كده لما كنت قلت لك اني دخلت الكليه وانا فعلا ما كنتش حاببها وبتاع، ده شيء طبيعي. ولكن اللي زود اصلا احساس اكتئابي ده هو احساسي بالسحله اللي انا بقول لك عليها دي، فاهم؟ السحله اللي انت حاسس ان انت مش فاهم حاجه او حاسس انك انت تايه وسكاشن ومحاضرات وانت اصلا انا ما كنتش عارف اعمل الصحاب اللي هم يسهلوا عليك السحله بتاعه الكليه او يسهلوا عليك القرف اللي انت بتشوفه في الكليه كل يوم. وكنت شايف الناس اللي معايا في السكشن التانيين قادرين يعملوا صحاب لدرجه ان هم اوريدي خلصوا السكشن اللي كان عنده ساعتها 100 واحد ودخلوا على السكشن الثانيه بقى ابتدوا يتعرفوا عليهم، وانا لسه واقف في مكاني. يعني انا قضيت سنه اولى كلها مش عارف غير شخصيه واحده اللي هو هشام، يعني فاهم؟ فيعني مش عارف بصراحه ليه ده حصل معايا. انا بساعتها بصراحه مش عارف، بس ده كان حاجه من الحاجات اللي عملاني اكتئاب مع السحله اوريدي بتاعه الكليه، مع ان مفيش حد اصلا. انت في الكليه بتحس ان انت على طول لوحدك، مش لاقي حد حتى تقول له ايه الدنيا في الكليه دي وبتاع. فالموضوع ده كان صعب بصراحه. يعني هشام كان ساعتها معايا كل حاجه، بس هو ستيل ليه اصحابه برده وليه ناس ساعات برده تانية عايز يقعد معاها. يعني هشام اجتماعي زياده عني بكتير، فبالنسبه له هو الموضوع كان عايز برده يقعد مع اصحابه وفي نفس الوقت مش عايز يسيبني لوحدي، فالموضوع ما كانش ألذ حاجه يعني، فاهم؟ وبرضه ما ننساش ان انا كنت دفعه 2020 اللي هي دفعه الكورونا اللي ما كانش فيها اصلا محاضرات في الكليه، كان كل المحاضرات اونلاين وما كناش بننزل غير سكاشن يومين 3 ايام في الاسبوع ماكسيمم، فاهم حاجه؟ What the fuck is that؟ دي كانت حاجه كويسه بالنسبه لي، بس انا ما كنتش قادر اسوشيالايز مع دفعتي او ما كنتش قادر حتى اعرف ناس كتيره. زي ما بقول لك قضيت سنه اولى كلها معايا شخص واحد بس هو اللي اعرفه في الكليه. حاليا محاضرتك كلها اونلاين عادي، فانت عندك فرصه كويسه ان انت تنزل وتسوشيالايز على الناس وتتعرف على الناس اكتر، وتقدر ان المشكله دي ما تبقاش موجوده عندك من اساسه، لان انت كده كده هتتعرف على ناس برضو. يعني انا لاحقا لما المحاضرات بقى رجعت تاني اوف لاين اتعرفت على ناس كتير قوي، ولكن طول ما انت المحاضرات كانت اونلاين انا ما كنتش قادر اتعرف على اي حد يعني. بس انسى ان انت اوريدي كده كده محاضراتك حاليا كلها اوف لاين، هتلاقي نفسك اوريدي بتسوشيالايز وبتشوف ناس كتيره كل يوم وكده كده هتتعرف عليهم يعني. فاللي اقصد اقوله من الموضوع انك انت ما تبقاش فاهم يعني. لو قدامك فرصه انك تعرف على حد خش وتعرف واتكلم مع الناس، اعمل صحاب كتير يعني. انا برضو صدقني جزء كبير من الهم بتاع الكليه او السحله بتاعت الفتره الاولى في الكليه دي بتروح في وجود صاحب معاك يساعدك شويه انت تساعده شويه، فاهم؟ وجود حد معاك برضو بيسهل الدنيا شويه يعني. ده بالنسبه لاول حاجه اللي هو موضوع الصحاب والعلاقات الكليه يعني. تاني حاجه والاهم طبعا هي موضوع المذاكره. I'm in danger. موضوع المذاكره انا في ساعتها كان عندنا تقريبا حوالي 5-6 مواد تقريبا، منهم اناتومي وهيستولوجي وانجلش وكمبيوتر وماده علوم ووراثه تقريبا. ماده علوم دي اللي هي بتبقى بايوفيزكس او زوولوجي على حسب انت مسجل في انهي جروب يعني. فدي كانت المواد اللي عندنا. كل المواد اللي انا قلتها لك دي تقريبا كان ليها سكاشن عمليه بتتحضر في المعامل ومحاضرات نظريه. ساعتها المفروض كانت تتحضر في المدرج، ولكن احنا كنا دفعه كورونا وكنا بناخد المحاضرات دي اونلاين يعني. ما عدا طبعا الانجلش ده بس كان محاضرات وكانت بتبقى محاضره اونلاين وكانت بتبقى ساعه وكانت ماده لذيذه يعني بصراحه. طيب السؤال اللي بيبقى في دماغ معظمكم ان ما كانش كلكم في اول شهر في الكليه او في اول فتره في الكليه دي، What the fuck is going on here؟ هو انا هذاكر منين ولا انا هذاكر ازاي؟ انا بروح الكليه وباخد حاجات وحاجات بتتراكم عليا وانا لسه مش فاهم اي حاجه وحاسس ان انا تايه ومسحول في نفس السحله اللي انا بقول لك عليها دي. بمنتهى البساطه كده اذاكر منين؟ بص يا باشا، مبدئيا الدكتور لما بيدخل بيشرح لك حاجه غالبا بيشرحها لك من برزنتيشن معموله على باوربوينت بتاع، ويعني بنسبه
25% كده الدكتور ممكن ما يرضاش انه يسلمكم البرزنتيشن بعد ما يخلص المحاضره بتاعته. ده بالنسبه لهم بتبقى عيبه في حقهم، وممكن كمان لو رحت اتناقشت شويه مع الدكتور يقول لك ان دي كوبي رايتد، يعني هو اللي كتب الكلام ده وهو اللي عامل المنهج ده، او واخد او مقتبس حاجات منها من بره، فهي فعليا كوبي رايتد، فما ينفعش ان هو يديها لاي حد كده. ممكن تسمع كذا اكسبلانيشن سواء كان منطقي او لا، بس هي دي الحاجه اللي بتحصل يعني، وتتساب حضرتك كده من غير اي سورس للمذاكره. Oh, hell no! برضو دقيقه واحده خليني قبل ما اكمل اقول لك انه مش طبيعي انك تتعرض للموقف ده في سنه اولى في الكليه. سنه اولى في الكليه كده كده الدكاتره بتبقى بتراعي انكم كده كده لسه داخلين، فكده كده لسه برضو مش واخدين على الجو قوي، فبالتالي هم بالعكس هم بيحاولوا يساعدوكوا اصلا اساسا يعني. فكره انك انت تتعرض للموقف ده نادره قوي قوي. احنا اتعرضنا للموقف ده كذا مره، بس كان بعدين يعني فاهم، في رابعه مثلا او في اخر ثالثه كده ابتدينا نتعرض للموقف دي. ولكن فكره انك انت ماده في اولى ما بقاش ليها سورس دي صعبه قوي قوي. وان كان الدكتور ما رضيش انه يديكوا البرزنتيشن فده بسبب ان ممكن مثلا تلاقي في كتاب في القسم هو هال يعني ان في كتاب مثلا هو بيعمله حاليا، فالكتاب ده لما ينزل هيبقى متاح انك تشتريه، فبالتالي كده كده هتقدر تتابع مع الدكتور من الكتاب ده. فيعني صدقني برضو عشان برضو اطمنك برضو ما بقاش ايه باخدك يعني، فكره ان ماده ملهاش سورس في اولى بالذات في القاهره دي صعبه قوي بصراحه. مش عارف بصراحه الاقاليم الثانيه، ولكن انا بتكلم كحالتي انا كمحمد، فكره ان ماده ملهاش سورس في اولى دي كانت مستحيله. كان في كتاب وساعات كمان بيبعتوا لنا برزنتيشنز يعني. انا بس حابب اقول لك انك انت ايه ما تخافش قوي يعني من حوار السورس ده. دي نقطه كده كان لازم ننوه عنها عشان برضو ايه نهديك شويه، عشان انت دلوقتي اصلا قلقان خلقه فمش ناقص قلق، فايه اهدى كده وما تقلقش يعني. تعالى نفترض اسوأ الظروف اللي موجوده في الحياه، الدكتور ما رضيش يسلمكم البرزنتيشن وما فيش كتاب في القسم، والدكتور قال انه عايز يميز اللي حضر من اللي ما حضرش والكلام الجميل ده كله. هتعمل ايه؟ تروح حضرتك زي الشاطر كده تحضر محاضراتك عادي خالص وتكتب حرفيا ورا الدكتور ده كل حرف وهو بيقوله، سواء كان بقى مهم مش مهم، من وجهه نظرك انت شايف ان المعلومه دي تافهه، شايف انك انت عارف المعلومه دي، اكتبها برضه هتحتاجها لما تروح. وانت مروح كده عدي على اقرب مكتبه عندك، هات كشكول نضيف كده وهات قلم ازرق واحمر وهايلايترز وكده، ولما تروح حرفيا انقل كل اللي انت كتبته في الكشكول اللي كان في المحاضره ده في الكشكول الجديد بقى. You gotta be fucking kidding. بس بقى المره دي بقى بالوان فاهم وهايلايترز مروق على حالك كده. اللي انت بتعمله ده اسمه تبييض للمحاضره. انت بتحضر المحاضره بتكتب النوتس او بتكتب الكلام المهم اللي الدكتور بيقوله، او في حالتنا هنا هنكتب كل كلمه الدكتور بيقولها، وهنروح البيت ننقل الكلام المنعكش المشخبط ده في كشكول جديد بخط نضيف وحلو كده، بحيث ان احنا نعمل السورس للمذاكره نذاكر منه. ويبقى كتر الف خيرك وجزاك ربنا كل خير لو انت لقيت صحابك مثلا تايهين او زمايلك من الدفعه تايهين ومش عارفين يلموا الماده دي، فتبعت لهم كمان الكشكول بتاعك ده، فيبقى انت كده استفدتين. اولا انت لحقت نفسك ولحقت كمان غيرك فاهم. طيب ولنقل مثلا انك انت مثلا ايه حصل لك مثلا مشكله، تعبت في فتره مش هتقدر تنزل الكليه وبتاع، تقدر تخلي اي حد من صحابك او من زمايلك يسجل لك المحاضره ويبعتها لك، او يكتب هو النوتس ويبعتها لك وانت تبيضها انت في البيت عادي برضه فاهم. فالموضوع مش ازمه حاليا موضوع السورس ده، وخصوصا كمان مع التكنولوجيا دلوقتي. يعني زمان حرفيا ده ما كانش اوبشن، يعني زمان ده كانت طبيعي ان الناس بتخش كده كده الدكتور ما بيديش البرزنتيشن، وكده كده الحل الوحيد هو الكشكول اللي انت بتكتب فيه فاهم. ده مصدر مذاكرتك انت اللي بتعمله وانت قاعد مع الدكتور فاهم. حاليا الدكاتره بقى بتبعت البرزنتيشنز كمان، وبقى في كمان اوبشن انت تقدر تعمل ريكورد للمحاضره ولما تروح تفرغ بقى براحتك فاهم، او تبيض انت براحتك يعني ورا كلام الدكتور فاهم قصدي. بس يعني فبصراحه حاله الهلع اللي انا شفتها حتى باش برضو ان انا اختي كمان بطريق القاهره برضو سنه اولى، فبتحكي لي برضو عن حاجات كده غريبه، في حاله هلع غريبه كده، والناس اكيد طبعا طبيعي مش فاهمه وناس قلقانه وبتاع، بس الموضوع سهل فاهم يعني. تقدر برضو تلاقي حلول، ما تعودش على طول نفسك ان انت تشوف الحاجه السوداء في الموضوع يعني فاهم قصدي. كده كده ليه حل وكده كده ليها مخرج فاهم. بس تاني بقول لك في اولى غالبا الدكاتره مش هيسيبوكوا كده، يعني في اولى غالبا الدكاتره هتلاقيهم بيبعت لكم البرزنتيشنز ويبقى في كتاب للماده عادي خالص، بس هم يعني بيبقوا ايه احتياطي. انا بقول لك احتياطي بس عشان لو لا قدر الله تعرضت الموقف ده في اكتر من ماده تبقى فاهم هتعمل ايه. بسال برضه في القسم بتاع الماده عن كتاب موجود للماده ولا حاجه، لان غالبا الدكاتره ما بتقدرش تسلم البرزنتيشنز طالما في كتاب، لان هم بيشوفوا ان في كتاب اوريدي بيتعمل، فاحنا مش هنعمل الكتاب ده وننزله ومحدش يشتريه. يعني بسال برضه في القسم الاول يعني عن حوار في كتاب او لا، لان ممكن بنسبه كبيره يبقى سبب ان هم ما بيديش البرزنتيشن هو وجود كتاب بس، والكتاب ده بيتحضر مش عايز يسلمكم البرزنتيشن عشان تشتروا الكتاب يعني، ودي بتحصل على فكره يعني. طب احنا كده حلينا مشكلتين عندك دلوقتي، اول مشكله علاقاتك يا باشا في الكليه، وتاني مشكله مذاكرتك. نيجي بقى لثالث نقطه وهي اساس انك تايه ده. عايزك تسيب لنفسك خالص كده وتركز معايا. انت شفت الفيديوهات اللي فاتت اللي قبل كده اللي بنفس البلاي ليست دي، انت فاهم انا ما بحبش مش عايز اكرر كلامي يعني، بس خليني اسالك سؤال واحد، انت قلقان من ايه فاهم؟ بص انا فاهم ومش بستنكر عليك انك انت تبقى قلقان من ان دي فيز جديده انت بتمر بيها، فطبيعي يبقى في ايه قلق بسيط كده، او يعني انت بتبقى قلقان سيكه، ولكن لو انت سالت نفسك انت قلقان من ايه مش هتلاقي حاجه انت قلقان منها.
فتره القلق او الخوف او الرعب دي خلاص انتهت. كانت السنه اللي فاتت سنه ثانويه عامه، انت كنت بتبقى قلقان او كنت بتبقى خايف او كنت بتبقى حاسس انك مش مطمن عشان مستقبلك فعلا كان بيتحدد على حسب البرفورمانس او على حسب مجهودك اللي انت بتبذله. ولكن دلوقتي خلاص انت مستقبلك كده كده اصلا اتحدد، كده كده انت دكتور بيطري، شئت ام ابيت زي ما بيقولوا كده هتتخرج من الكليه دي دكتور بيطري، وكده كده مستقبلك خلاص اترسم. ففكره قلقك بالنسبه لي وبالنسبه لك انت والله حتى لو فكرت فيها هتلاقيها مش منطقيه. يعني انت قلقان من ايه دلوقتي؟ انا فاهم تاني برضو ان الموضوع ده جديد بالنسبه لك وانت حاسس انك انت تايه، فتمام طبيعي تبقى قلقان، طبيعي انك تبقى قلقان مثلا من انك فاهم حاسس انك تايه شويه او حاجه. ولكن زي ما بقول لك تاني، انت فتره التوهان دي فتره كده كده مؤقته، وكده كده اصلا هتبتدي تاخد على الوضع، وكده كده هتبتدي تتعود والموضوع هيبقى تمام يعني. فقلقك الزياده وخوفك ورعبك، لان انا سمعت مواقف كتيره من اختي يعني رعبك ده ملوش اي سبب وملوش اي داعي، بالعكس انت في فتره فعليا والله بجد مش كلام، بس انت في فتره فعليا فتره اولى دي واحده من اجمل الفترات اللي انت ممكن تمر بيها في الكليه، لان ساعتها الضغط بتاع الكليه ما بيبقاش لسه شديد قوي، كل مطلوب منك انك بس تذاكر الكلام اللي انت بتاخده واللي هو بيبقى بالنسبه لك حتى كلام سهل جدا وما فيهوش اي مشكله، وتهتم شويه بالجانب الاجتماعي او تعمل علاقات شويه اجتماعيه مع اصحابك وبتاع، ده كل المطلوب منك فاهم. هو برضه صحيح حاجه كمان، فكره انك انت تبقى الشخص بقى المتوحد اللي قاعد لوحده على طول، اللي على طول حاطط السماعات وماشي لوحده ده، دي فكره ما فيهاش ب4 جنيه روشنه يعني فاهم. انت كده مش روش، او انت كده مش جامد او حاجه فاهم، بل بالعكس انت كده بتعمل حاجه مش طبيعيه، انت كده ده مش طبيعي، لان طبيعي في الفتره دي انك داخل مجتمع جديد، فشيء طبيعي انك تسوشيالايز مع المجتمع ده وتبتدي تتعرف على المجتمع اللي المفروض انت داخل فيه. يعني انت المفروض تبتدي تتعرف على افراد دفعتك من دلوقتي حاليا. فانت حاليا لو انت عايش بقى الجو بتاع ان انت فاهم منطوي وشخصيه متوحده وبتاع بتعمل غلطتي يعني، دي مش روشانه صدقني والله، وهتندم قدام، لان انا ساعتها كنت بالنسبه لي مش عارف اسوشيالايز عشان ما كانش فيه نزول كتير في الكليه. انت حاليا الكليه مبهدلاك، بتنزل 6 ايام تقريبا، فما فيش مبرر انك برضو ما تبقاش عارف ناس برضو، او ما تشتغلش على الجانب الاجتماعي عندك انك تعرف افراد دفعتك. يعني حاول تتعرف على ناس كتيره، حاول تتعرف على اصحاب كتيره في الكليه، صحاب بتخفف الحمل شويه بتاع الهم بتاع الكليه ده، خصوصا ساعه المذاكره وساعه ليالي الامتحان وكده. حاول انك انت تتعرف على ناس، وحاول انك انت تشتغل على الجانب الاجتماعي عندك، و صدقني لما تبتدي تلتزم بالنقط دي هتلاقي اي حاجه تانية قدامك بقت تمام عادي يعني فاهم. كلام ممكن يبان كلاشيه شويه، بس فعليا صحاب الكليه اللي انت بتعملهم دول هم فعليا الصحاب اللي بيفضلوا مكملين معاك طول عمرك وبقيت عمرك يعني. هم دول اول ما تلاقي نفسك عندك مشكله في الكليه، عندك حاجه مش فاهمها، هتروح لهم، مش هيتاخروا عليك، وهتبقى واثق ان كده كده هم هيبقوا في ظهرك وكده كده هيبقوا معاك يعني. هم دول برضو الصحاب اللي على طول هتلاقيهم جنبك ومعاك في اي مشكله انت بتتحط فيها، سواء كانت المشكله دي في الكليه او حتى بره الكليه، لان هم كده كده بيبقوا ناس قريبين قوي منك بحكم ان انت بتتعامل معاهم وبتشوفهم كل يوم يعني فاهم. وصدقني والنقطه دي بجد بقى، دي صحاب الكليه دول احلى ذكريات في الحياه بتتعمل في فتره الكليه، وبتتعمل مع اصحاب الكليه يعني. لو احنا خلصنا محاضره بدري مثلا ممكن نروح نتمشى شويه في حته انا واصحابي في الكليه مثلا، ممكن نروح نشرب عصير مثلا، ناكل بره، نعمل اي حاجه فاهم. فالميموريز اللي بتتعامل مع اصحاب الكليه دي بتبقى ميموريز بريشس جدا، وبتبقى بصراحه فترات لذيذه جدا جدا. فاحرص ان انت تعيش الفتره دي كويس قوي عشان تعرف تتبسط في الفتره دي. الفتره دي المفروض فتره انت بتتبسط فيها، مش بتقضيها بقى في خوف وقلق ورعب وبتاع فاهم. وبرده احرص كويس قوي انك تنقي اصحابك كويس، لان اصحابك اللي انت بتنقيهم دول هم دول اللي هيفضلوا معاك طول حياتك يعني. حاول تشوف ناس عارفه عيوبك ومتقبلاها وانت بالنسبه لهم تمام زي ما هم هيبقوا بالنسبه لك تمام يعني. حاول انك تنقي ناس تبقى شبهك عشان ما تعنيش انك عارف ناس مش شبهك فاهتماماتكم مش واحده، فما تبقاش بتعاني. واخر حاجه هقولها لك بالنسبه لموضوع السحله ده، ما تسيبش نفسك مسحول. لو الموضوع وصل انك انت هتبعت لي حتى تقول لي انت ايه مشكلتك او انت ايه اللي مضايقك في الكليه، والله العظيم ابعت لي وانا مش هتاخر عليك في اي حاجه يا عم. بلاش سيبك مني انا، لو انت مثلا في جزئيه في ماده انت مش فاهمها، في جزئيه في حاجه انت مش عارف توصل لها، تواصل مع دكتور الماده بتاع الماده دي، سواء كان عن طريق النت او عن انك تروح له في مكتبه، وانا برضو بقول لك انه مش هيتاخر عليك في اي حاجه. على فكره لو انت فاكر ان دي حاجه غريبه او حاجه، انا وزمايلي في الكليه عملنا كده اوريدي في سنه ثالثه، عشان كان في جزئيه من الماده احنا مش فاهمينها خالص وما كناش فاهمين ايه الدنيا فاهم. رحنا الدكتور في مكتبه واتفقنا معاه وشرح لنا الجزئيه دي من الصفر لغايه ما فهمناها. فده عمره ما كان عيب انك تطلب المساعده من حد اكبر منك او من حد اكتر منك خبره، بالعكس ده حاجه يعني فاهم، حاجه صح جدا جدا انك تعملها يعني. فحاسس انك انت في جزئيه مش فاهمها او حاسس انك انت تايه او بتاع، تقدر ان انت تبعت لي او تروح تتكلم مع اي دكتور من دكاتره الكليه، حد تكون انت بترتاح له يعني، او بتشوف ان هو هيتقبل او هيقدر يساعدك صح يعني. وبس كده يا سيدي، يا ريت ما كنتش طولت عليك، واخد بالك انا بصور الفيديو ده وانا فعلا هموت وانام، ف ممكن يكون شكلي عايز ينام شويه، والناس اللي فوقينا دول الحمد لله سكتوا، فايه واحد ممكن يخطف له قيلوله كده واخد بالك، يصحى كده يشوف الكلام على ايه يعني.
اتمنى ما اكونش طولت عليك، واتمنى ان يكون فدتك فعلا. ويعني صدقني لو انت حاسس انك انت تايه، فصدقني انا عارف ان الاحساس ده بيبقى سخيف، بس انا جاي اطمنك، انا جاي لك من المستقبل حرفيا وبطمنك، بقول لك الاحساس ده ما بيبقاش دايم، كده كده هي فتره بس في الاول سخيفه، وبعد كده بتعدي وكله بيبقى تمام يعني. ما تنساش لو الفيديو ده عجبك تعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الاشعارات او زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو يوصلك اشعاره اول باول. وما تنساش برده تشير الفيديو ده مع اصحابك، اي حد ممكن يكون حاسس ان هو تايه في الكليه اكتر او مش عارف يوصل لحاجه، ابعت له الفيديو ده وان شاء الله باذن الله يستفيد يعني. وما تنساش برده لو انت حاسس انك انت في حاجه عايز تقولها لي او في حاجه عايز تتكلم معايا فيها او اي حاجه، ما تنساش تتواصل معايا على فيسبوك او انستجرام، هتلاقي اللينكس بتاعهم موجودين تحت في الديسكربشن، خش وابعت لي ونبقى اصحاب. وشكرا ليك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Bojack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Bojack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you at least? Okay. How was your day?